شفتوا الفيديوهات اللي مالية الدنيا اليومين دول، اللي بيقولوا لفي ورق الغار وزيت الزيتون في منديل ولعي فيهم عشان تطرد الصراصير؟ يا ترى الكلام ده بجد ولا مجرد هبد وترندات وخلاص؟ بس قبل ما اقول لكم السر، السلام عليكم واحلى تحية حب لاحلى متابعين، اتمنى تكونوا بخير. واول حاجة بص يا ست الكل كده، علميا الصراصير بتكره جدا روائح النفاذة زي ورق الغار. في مادة اسمها السيلولين والقرنفل والكافور، ريحتهم بتمثل رعب للجهاز التنفسي بتاع الصراصير. يعني المكونات دي فعلا بتطفش، بس مش بالدخان والولعة. هقول لكم حالا لما نعمل. هنجيب كده المنديل، جايبه منديل كنت مسح في ايدي وحطيت فيه زيت كافور او دهان بيبقى فيه زيت الكافور وورق اللوري وقرنفل، وممكن كمان ناس كتير ضافت القهوة. تمام. وبعدين بيجيب كده كوباية او طبق او اي حاجة نحط فيها وبتولعي لفة المنديل دي. اول حاجة الولعة دي خطر جدا على البيت، وغير كده الدخانة دي ريحتها بتروح بسرعة والصراصير بترجع تاني عادي جدا. احنا مش عايزين نبخر البيت، احنا عايزين نتخلص من الصراصير والمشكلة من جذورها. الصح بقى انك تستخدمي زيوت خام، رش زيت القرنفل والكافور في بخاخ وفي الاركان كده، ووزعي ورق الغار في الادراج وهي ناشفة كده، هتضمني الريحة تفضل موجودة وتهرب اي صراصير تفكر تقرب من مطبخك. مين جرب الحركة دخان دي قبل كده؟ وهل فعلا جابت نتيجة ولا كانت مجرد ريحة اتشياط وبتعمل حساسية للأطفال؟ جربوا اللي قلتلكوا عليه، النصايح دي بجد مش اي حد هيقولها لكم. جربوها مش هتندموا. حط زيت الكافور على زيت القرنفل في اي بخاخ واي فتحة عندك فيها بيطلع منها صراصير رشي عليها مش هتلاقيه موجود. والفكرة التانية، عندنا الناموس بقى اكتر ناموس في العالم في مصر هو اكتر ناموس متوحش عندنا، فاحنا هنشوف حاجات نعملها وتنفع معانا طبيعية عشان ما تضرش الاطفال واللي عندهم حساسية والحاجات دي، واقول لكم بامانة هتنفع معانا ولا لا. خلاص، عندنا هنا قرنفل او العوق المسمار اللي بيقولوا عليه، يعني في بلاد كتير بيقولوا عليه مسمار، احنا هنا عندنا اسمه قرنفل. تمام. ممكن نطحنه بايد الهون او المطحنة، خليه ناعم. ده اول مكون هو القرنفل. عارفين الهاموش الصغير ده اللي بيطلع من مثلا من مكان فيه زبالة او حاجة زي كده، بيحطوا ليمونة ويحطوا له مطحون، تكسريهم في ايد بالهون او بالمطحنة وبتاخديهم تحطيهم ايه في حاجة. حطيت نص معلقة من الفلفل الاسمر ومعلقة من القرنفل المطحون. خلاص، ممكن تغليهم وممكن تعمليهم زي ما احنا هنعمل كده. هجيب خل الطعام اللي احنا بنستخدمه عادي جدا، اي نوع خل عندك، خل تفاح، خل اللي احنا بنستخدمه في المطبخ. هنحط نص كوباية او حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. جربي في شوية صغيرة. خلاص، ممكن تغليهم غلوة، ممكن تسيبيهم مع بعض كده شوية وبعدين تصفيهم وفي بخاخة، علشان لازم تصفيهم علشان ما يبقاش فيهم اي ترسبات، علشان ما تقفلش معاكي البخاخ. ماشي، هتطبخي منها دي لازم تبقى معاكي جنبك على طول. دي مواد طبيعية ما فيهاش يعني لازم تطبخي كل نص ساعة ساعة. خلاص، هتعمل معاكوا الدبان والحاجات دي نص ساعة او ساعة. دي وصفة هتغليها غلوة، لا تسيبيها كده ساعتين 3 أو 4 أو ليلة كاملة، تسيبيهم كده مع بعض وتصفيهم وتحطيهم في بخاخة وتستخدميهم كل نص ساعة. تبخي كده بقى علشان لو مش عايزة تستخدمي حاجة، عايزة تستخدمي حاجة طبيعية. تمام. هقولك على حاجة بقى، أقوى حاجة تستخدميها، مية مغلية. تمام، أو مية مقطرة. مية اغليها وسيبها تبرد. خلاص، هتجيبي عندك زيت كافور، تجيبي من عند العطار تحط منه نص معلقة، وبتجيبي زيت الليمون. خلاص، وتحطي منه نص معلقة،
على نص كوبايه الميه. وممكن تحطي كمان اي زيت عطري بتحبيه، ده اختياري. وده بيترش على الجلد نفسه، هيبعد عنك الناموس 4 ساعات. بيترش ده بقى حاجات طبيعيه جدا ومفيده، والزيوت دي اصلا حلوه قوي، زيت الكافور وزيت الليمون ومع بعض، ومعاهم ميه او زيت زيتون برضو نص معلقه. واي نوع زيت جوز الهند ممكن تحطيه برضو. بس اهم حاجه زيت الليمون وزيت الكافور مع بعض على الميه، واي زيوت تانية عايزه تحطي فيها تضيفيها. اهم حاجه ايه، وترش على الجلد، بتقعد 4 ساعات وبعدين ترش تاني، يعني خليها جنبك وتستخدميها. دي احلى وصفه.